السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد وأحمد إنهو. اليوم جايب لكم مقطع شطحات كروية توقعاتي للمتأهلين بكأس العالم. طيب عندنا جروب يا عيال. عندك المنتخب الأقوى يعني اللي راح يكون الأول بكل جدارة، هولندا بالراحة ما يبغالها. بعدين عندك السنغال، قطر وإكوادور. صراحة السنغال أقوى يا عيال، بس اللي فارق معاهم ماني صراحة، فما ادري والله محتار يعني، بس في الاغلب السنغال صدقوني. طيب كذا توقع المجموعة الاولى. المجموعة الثانية عندك انجلترا، ايران، امريكا، ويلز. صراحة انجلترا فارقة عن المنتخبات الباقية، فبالراحة راح تكون المركز الاول. وعندك ايران وامريكا وويلز تقريبا كلهم نفس المستوى، فنشوف امريكا. صراحة امريكا ممكن عندها جودة اللاعبين افضل بشوي. نروح المجموعة الثالثة، مجموعة سي، اللي فيها الارجنتين، السعودية، المكسيك وبولندا. اول شيء الارجنتين فارقة صراحة المنتخبات الباقية، عندهم ميسي صراحة منتخب عنده لاعبين صراحة مرة كويسين لاعبين. اللي بعده صراحة السعودية صعب يا عيال تتأهل، لكن لو بدعوا والله ممكن يجيبوه. بس صراحة متوقع المكسيك مركز ثاني، ممكن السعودية مركز ثالث. هنا عندنا المركز الثالث اتوقع ويلز ممكن يا عيال او ايران، يعني راح يكون مركز ثالث بين ويلز وايران. وهنا ان شاء الله قطر تكون مركز ثالث، وان شاء الله تصدمنا يعني قطر وتتأهل، ما حد داري يعني. انها التوقعات اللي بيصير في الحقيقة غير. طيب عندنا جروب دي يا عيال. فرنسا عندها مشكلة واحدة يا عيال، انه صراحة الوسط ما هو ذاك الوسط ثقيل زي المنتخب الارجنتيني، برازيلي، برتغالي، فمرة ما عندهم خبرة. تتكلم عن لعيبة صغار تحت 20 سنة، فنتوقع برضو فرنسا المركز الاول، لكن قدام راح تعاني يعني. بعد عندك الدنمارك، تونس، استراليا. استراليا مركز اخير، والدنمارك صراحة راح تبهدل فرنسا. كأسماء صراحة الدنمارك مرة كويسة يعني، وتونس مركز ثالث في الأغلب، فالدنمارك راح تتأهل مع فرنسا. نروح للمجموعة الخامسة، فيها إسبانيا، ألمانيا، اليابان، كوستاريكا. هذه المجموعة يا عيال شوية صعبة يعني. عندك ألمانيا صراحة ما هي ذاك المنتخب، يعني عندها نقص كبير. حتى إسبانيا صراحة كأسماء ما هي ذيك الأسماء اللي مرة قوية، بعكس المنتخب الياباني اللي تطور صراحة. كوستاريكا يعني مو ذاك المنتخب، فنتوقع صراحة يا عيال ممكن ألمانيا تاخذ مركز أول، وإسبانيا ممكن تتعادل مع ألمانيا، فوز 1-0 ممكن على اليابان، وممكن تتعادل مع كرواتيا، فممكن تكون مركز ثاني. يعني هذه المجموعة شوية صعبة والله. طيب عندنا المجموعة السادسة، فيها بلجيكا، كندا، موروكو اللي هي المغرب، وكرواتيا. صراحة بلجيكا أقوى منتخب في ذي المجموعة، من ناحية اسماء، من ناحية تناغم، من ناحية كأس العالم اللي فات وصلوا بعيد يعني مركز ثالث أو رابع تقريبا. فصراحة منتخب مرة محترم. صح إنه بتقول كرواتيا، صراحة كرواتيا ما عندها اسماء وحاسها راح تطلع يعني، فنقول صراحة بلجيكا. ممكن يا عيال ترى المغرب تسويها والله ما هي صعبة، بس روح على المضمون يعني. كرواتيا برضو مستحيل تضيع يعني، لو المغرب بدع يمكن تعادل مع كرواتيا، يعني ممكن تفصل بينهم الأهداف، يعني ممكن المغرب وكرواتيا نفس النقاط، بس بلجيكا راح تفرق صراحة. توقع 9 نقاط في الراحة، فنشوف ممكن المغرب يا عيال تسويها بوجود حمد الله، بوجود أكثر من لاعب يعني صراحة أفضل من كرواتيا كاسماء. نروح اللي بعده. عندك المجموعة السابعة، برازيل، صربيا، سويسرا وكاميرون. كاميرون مركز أخير، سويسرا مركز ثالث ممكن. شوف صراحة برازيل مركز أول، صربيا صراحة بدأت في التأهل قصة البرتغال، فصربيا صراحة منتخب مرة محترم من ناحية اسماء، عندهم اسماء صراحة، فأتوقع صربيا تكون مركز ثاني. آخر مجموعة عندها برتغال، غانا، أوروغواي، كوريا. صراحة من ناحية اسماء برتغال أقوى، بس البرتغال راح تعاني في هذه المجموعة، بالذات لأن المدرب صراحة عليه قناعات غريبة، تكتيكه يعني غريب جدا يعني. فشوفوا أوروغواي مركز أول، وزي ما انت عارفين البرتغال أصلا دائما تكون مركز ثالث،
كأس العالم ما فيها مركز ثالث، فممكن تروح مركز ثاني، ممكن تتعادل مع كوريا في النقاط. طيب كذا خلصنا عيال المجموعات زي ما انتم شايفين. هولندا، السنغال، قطر ممكن تكون مركز ثالث، انجلترا، امريكا، ايران مركز ثالث، ارجنتين، مكسيك، ممكن السعودية مركز ثالث، فرنسا، دنمارك، تونس مركز ثالث، المانيا، اسبانيا، كوستاريكا ممكن، او اليابان اسف مركز ثالث، بلجيكا، المغرب، كرواتيا مركز ثالث، برازيل، صربيا، سويسرا مركز ثالث، أوروغواي، برتغال، وكوريا المركز الثالث. كذا خلصنا. نروح دور 16 يا عيال. طيب دور 16 عندك المباراة الأولى هولندا ضد أمريكا. صراحة من ناحية فريق أو منتخب أقصد، منتخب هولندا صراحة أفضل بكثير. أرجنتين، دنمارك، ممكن أرجنتين تسويها يعني بفارق هدف هدفين، ما هي ذاك الفرق، لأن الدنمارك والله صراحة مرة قوية. يعني شايفين انتوا في اليورو ايش سووا ضد فرنسا، واخر مباريات جمعت بين فرنسا والدنمارك، الدنمارك صراحة مرة متطور. فجي الدنمارك، وانك واجهت الارجنتين صراحة. المباراة الثالثة عندك انجلترا ضد السنغال. اذا رجع ماني يا عيال ممكن يسوي فرق صراحة، بس نشوف انجلترا هي الاقرب. المباراة الرابعة مكسيك وفرنسا. ممكن فرنسا تسويها. مكسيك يعني صراحة من ناحية اسمها ما هي زي فرنسا، صح انه فرنسا ناقصها وسط كامل، بس تبقى يعني. عندك المباراة الخامسة ألمانيا ضد المغرب. أتوقع ألمانيا ممكن تسويها، يعني إلى هنا المغرب صراحة سوت شيء خرافي. المباراة اللي بعدها برازيل ضد برتغال. لا 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 لا، صراحة برازيل يعني، للأسف البرتغال راح تنتهي قدام البرازيل. اللي بعده عندك بلجيكا اسبانيا. صراحة بلجيكا ممكن تعدي اسبانيا بفرق هدفين، هدف زي كذا، يعني المباراة راح تكون مرة قوية من الجانبين. اللي بعده اوروغواي، صربيا، اوروغواي. طيب هذه الفرق يا عيال المتأهلة ربع النهائي نروح. طيب عندنا ربع النهائي هولندا ضد ارجنتين. ارجنتين راح تسويها. اللي بعدها المانيا، برازيل، برازيل راح تعدي. انجلترا وفرنسا، فرنسا راح تسويها ان شاء الله. واخر شيء عندك بلجيكا ضد اوروغواي. اوروغواي صراحة لهنا يكفي، بلجيكا راح تسويها ان شاء الله. هذول صراحة المتأهلين تقريبا. نروح الى السيمي فاينل، نصف النهائي. ارجنتين ضد برازيل. راح تسويها يا عيال البرازيل، لان صراحة منتخب البرازيل اقوى من الارجنتين بمراحل يعني. ودنيمار يعني استقعد ولعب صح، تاب الهبالة حقه، صدقوني بتسويها البرازيل بكل سهولة. طيب عندنا نصف النهائي الثاني راح يكون بين فرنسا وبلجيكا. فرنسا وبلجيكا يعني ممكن يا عيال تسويها بلجيكا، بس ما ادري والله، حاس فيها شيء. اتوقع بلجيكا يعني، لانه الوسط حق فرنسا صراحة مو ذاك الشيء، فاتوقع بلجيكا راح تعدي فرنسا وتوصل نهائي. وعندنا النهائي برازيل ضد بلجيكا. اول شيء الثيرد بليس يعني راح تسويها الارجنتين، تاخذ المركز ثالث، فرنسا تكون مركز رابع. وعندنا النهاية برازيل ضد بلجيكا. نقول يا عيال البرازيل راح تسويها وتكون هي الفايز. هذا كان توقع يا عيال، اكتبوا لي توقعاتكم في الكومنت، نشوف من يتوقع صح يا عيال. بس هذا اللي كان عندي، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب. سلام.